من بعد ما فكينا اللغز اللي كان مرضنا من ناحيه الامتحانات، باقي السؤال المهم اللي كيتطرح: كيفاش نلتزم بالمراجعه؟ الا شفتي الفيديو اللي درنا من قبل على كيفاش توجد الامتحانات، غادي تكون عارف ديك الثلاثه ديال الخطوات اللي هضرنا عليهم: كيفاش نراجعوا، وشنو نراجعوا، وفوقاش. ولاحظ معايا شنو كنقولوا: نراجعوا ماشي نحفظوا. السؤال اللي كيتطرح دابا هو كيفاش نلتزموا بالمراجعه. ديما كنأكد على المراجعه اليوميه. علاش؟ ما قديتي، المهم تشوف شي حاجه، تقرا شي درس، تخرج شي تمرين، المهم دير شي حاجه باش في التالي ملي تبغي تجمع كل شيء، يعني تحفظ اولا بتعبير ادق، ملي تبغي دير ديك المراجعه النهائيه اللي قبل الامتحان تكون بصح غير مراجعه كتولي تشوف فيها داك الشيء اللي ديجا انت خدمتيه لمده طويله. ولكن انا ما قادرش نلتزم بهذه المراجعه اليوميه. شنو ندير؟ كنحييك على هذا السؤال. اول حاجه ديرها هي غتجيب ورقه وستيلو وغتكتب علاش خاصك تراجع. كتب اي سبب غيخليك تنوض وتراجع. خاصني نراجع حيت عندي الوطني، خاصني ننجح هذا العام بمونسيو، باغي ندوق الفرحه ديال النجاح، باغي نفرح والديا، باغي نكمل قرايتي في واحد المدرسه عليا، باغي نكمل قرايتي على برا. اي حاجه بحال هكا اللي غادي تخليك واضح مع راسك وعارف راسك علاش خاصك تراجع، كتبها باش ملي يشدك العكس ويجيك ديك عقلك الكسول ترجع لهذا الشيء اللي كتبتيه وتقراه. ديك الساعه غتنوض تراجع بغيتي ولا كرهتي. من بعد دير خطوات بسيطه باش تبدا تراجع. بعض المرات كيشدنا شي عكز ما يمكنش، ما كتكون قادر دير والو واخا عندك ما يدار. دير في بالك هنا باللي خاصك غير واحد الدفيعه، محتاج تبدا بشي حاجه بسيطه. مثلا انت كتشوف شي كور ديال المات قدو قداش، وكتفكر في الكور ديال الفيزيك اللي مازال كيتسناك، وداكشي ديال الفلسفه والانجليزيه حتى هو. هنا رد بالك معايا مزيان، بدا بشي حاجه اللي بسيطه بزاف واللي غتهرس بها ديك العكز اللي حاس بيه، وبمجرد ما غتبدا خليك في ديك الماده ما تبقاش تفكر في المواد الاخرين. هنا الاهميه ديال البروغرام. دير لكل ماده نهار محدد بوقت محدد واللي يكون فيكس ما تبقاش تبدلو. مثلا غتخدم المات نهار الاثنين في العشيه من 7 ل 8، موراها الانجليزيه من 8 ل 9، فكل اثنين غادي تخدم هاد المواد في نفس التوقيت. هنا غيولي عندك هذا الروتين عاده وما غتبقاش تعكز كل مره. ودير شي طقوس اللي تدخلك في المود ديال المراجعه، بحال انك تخصص واحد البلاصه في الدار تراجع فيها دائما. تبدا المراجعه بشي طريقه خاصه بك، تقول شي حاجه عاد تبدا المراجعه بحال شي دعاء مثلا: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن الصعب اذا شئت سهلا، اللهم اهدني وسددني. عمر قرعه ديال الماء وحطها حداك. خدم بالبومودورو تكنيك، يعني دير لراسك روتين اللي غادي تبقى ديرو وتعاودو. خطوات بسيطه غادي ديرها وغتعاودها اليوم وغدا حتى غادي تلقى راسك ولفتي تراجع ولات المراجعه عاده ضروري ديرها. هاد الشيء غتوصل ليه الا حيدتي عليك الكانه. اكيد غيجيك عقلك الكسول وغيقول لك: شوف انت دابا ماشي تلتم، خليك حتى تكون مركز مزيان وتكون باغي تراجع، هاد راجع حتى تكون على كانتك. غير كون هاني، عمرك غتكون على كانتك، ونادرا ما غتكون في كانتك ملي غادي تجي دير شي حاجه، خصوصا الا كان فيها واحد القدر من المجهود، حيت دماغنا اصلا كسول كيقلب كيفاش يبقى مرتاح بلا ما يدير شي مجهود. فالحجه اللي غادي يلقاها هي انك ما موتيفيش، ما عندكش كانه. اول حاجه تعرفها هي ان هذه حيله كيديرها معاك دماغك باش ما يديرش مجهود. ثانيا انت ما محتاجش الكانه باش تراجع ولا تخدم ولا دير اي حاجه. ثالثا ملي كتبدا في المراجعه ولا في الخدمه على ديك الشيء اللي ما عندكش كانه باش ديرو، كتدخل في الفلو، كتنغامس في ديك الشيء. ديك الساعه دماغك كيتحفز فيه واحد الهرمون زوين ديال المكافاه، هرمون الدوبامين، عقلتي ملي هضرنا عليه. في ديك الساعه عاد كتولي عندك الكانه باش تكمل ديك الشيء اللي خدام عليه. يعني الكانه ما غتكونش عندك في الاول ملي غادي تجي تراجع، غتكون عندك الكانه وانت اصلا بادي خدام كتراجع. فالمره الجايه ملي تبغي تلتزم بالمراجعه اللي هي السر في التفوق الدراسي، كتب علاش خاصك تنوض تراجع وخلي ديك الاسباب قدامك باش ملي تعكس تشوفهم. دير خطوات بسيطه باش تدخل في المود ديال المراجعه، ومن الاحسن دير سيستم باش تولي عندك المراجعه عاده ضروريه. وحيد الكانه من المعادله، حيت غتلقى كانتك ملي غادي تبدا تراجع ماشي قبل. وهذا ما كان، كنتمنى تكون استفدتي من هذا الفيديو. طبق هذا الشيء اللي فيه. واذا كنت مازال ما شفتي الفيديو اللي هضرنا فيه على الامتحانات غادي نخليه لك هنا حتى هو مهم بزاف. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. ما تنساوش تخليو لايك وكومونتير وتتبعوا القناه وتبارطاجيو الفيديو باش كلشي يستافد باذن الله. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.